تفتكروا ايه هي احسن شاورما؟ الشاورما المصري ولا الشاورما السوري ولا الشاورما السعودي ولا الشاورما اللبناني؟ السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده معانا مقارنه مختلفه شويه ما بين الشاورمات، والمقارنه هتبقى عن سندوتش شاورما فراخ صاج. احنا هنجيب السندوتش الحلو ده من مطعم مصري ومطعم سوري ومطعم لبناني ومطعم سعودي. كل المطاعم دي ليها فروع جوه مصر. وقبل ما ننزل نمسك في خناقه بعض تحت في الكومنتات، انا فرحان ان احنا عندنا اكله عربيه بتجمعنا، هي الشاورما. كلنا بنعملها كده بالعربيه وكلنا بنحبها. يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان يتشاف اكتر، لاننا بنمر بفتره غريبه شويه في الفيديوهات. خلينا نبدا باول شاورما، الشاورما المصري. الشاورما المصري عاده بتبقى شاورما لحمه وفي كايزر. اقدم مطعم في دماغي بيعمل شاورما الصاج دي هو شاورما الريم. اي نعم، كان ليا معاه تجربه سيئه من سنتين ثلاثه تقريبا، كان تاني فيديو ليا على القناه وكانت يعني تجربه مش لذيذه. بس انا سمعت ان هو الفتره الاخيره يعني عمل ريبراندنج كده، فتح فروع كتير، بتقول ان هو ظبط دنيته كده الفتره الاخيره. فخلينا كده نجرب ونشوف. جامد الشغل ده. سيفتي مناديل، بس هي مناديل شكلها مختلف وملمسها مختلف. حتى علبه توميه. سندوتش الشاورما، اي نعم هو مكتوب عليه بيف بس هو جواه فراخ. واضح فعلا ان الريبراندنج هي دي غلطه ان هو يحط الفراخ جوه البيف، بس كون ان هو عامل اصلا ورقه للحمه وورقه للفراخ. ما كانش كده شاورما الريم وتعليم وبتاع، لا شاورما الريم زمان كان عشوائي. غلف لك كمان جوه التغليف. ده شكل الشاورما كده، عيش صاج، حجمه حلو بصراحه يعني. اوكي تمام، لا حجمه حلو. حشو كمان، تحسه حشو كمان لذيذ مليان. علبه التوميه. سعر سندوتش الشاورما ده 51 جنيه. هو انا طلبته من على طلبات كان مكتوب 35، بس انت لازم تختار حجم، فده مسمينه حجم لارج وسعره 51 جنيه. اقرب شويه للشاورما السوري. الشاورما والتوميه والخيار المخلل اوكي، بس الحشو هنا بصراحه يعني لا معقول لذيذ. بسم الله. شاورما الريم اسباك. عجبني اول حشو بتاعه بصراحه. الحشو بتاعه مليان قوي. اي نعم هي الليمون كده زايد فيه سنه بسيطه، بس عجباني كمان. الفراخ كلها متقطعه حلو ما عدا الحته دي، قشت منهم. سندوتش حلو. الشاورما السعودي. واحد يقول لي دلوقتي هو في حاجه اسمها اصلا شاورما سعودي يا طعميه؟ شاورما من محل سعودي، في براند سعودي بيعمل شاورما اسمه شاورمر. البراند ده موجود في السعوديه من زمان قوي، وواضح جدا من كلام السعوديين ان هو مسمع جامد عندهم. المهم ان هو قرر ينزل مصر من شهرين تقريبا او من 3 شهور. فتح فرع ناحيه مصر الجديده كده وايه، وناس كتير كانت بتقول عليه ان هو حلو. فخلينا نشوف وجهه نظر السعوديه في الشاورما. جايب مناديل، سندوتش الشاورما، كاتشب. صدقني يا صاحبي لو قلت لك ان دي افضل تجربه طلب انا يعني مريت بيها الفتره الاخيره. بقالي كتير قوي ما دخلتش حاجه مختلفه كده. انا بصراحه حابب اخصص حلقه مخصوص كده للشاورما، لان السيستم عندهم بصراحه جامد جدا. اول ما بتخش بس بتلاقي هلا هلا شاورما. صدقني الناس اللي شغاله هناك مش مضطره تقول ده، ولا مديرهم مضطر يخليهم يقولوا ده. بس انا حاسس ان الناس اللي هناك بتحب المكان. المطبخ حتى تصميمه بيخليك ايه، اول ما تخش كده تشم الريحه فتحس انك لا انا عاوز اطلب تاني. ديكورات هاديه ولذيذه، المطبخ نظيف جدا. الراجل بتاع الشاورما واقف بيقطع، مش بيسيخ بقى وايده بتاع، لا في مكنه بيقطع بيها. فريسبكت ريسبكت ريسبكت كل الناس اللي شغاله بصراحه في شاورما، ناس محترمه جدا وتجربه مميزه ومختلفه جدا للطلب. زي ما احنا طلبنا سندوتش شاورما صاج. سعر سندوتش الشاورما الفراخ ده 25 جنيه. هو اصغرهم مكتوب عليه فراخ. هو مش صغير قوي ومش كبير قوي، هو قد يعني، بص عامل ازاي. المفروض ان ده عيش يعني، هو مش زي الصاج بصراحه بتاع السوريين. بس خلينا نشوف تكوين كده الساندوتش. ميكس هنا مختلف، عباره عن شاورما، بطاطس وكابوتشا وتوميه. سندوتشين من دول بمقام واحد لارج. في خيار مخلل، مفيش توميه قوي بصراحه يعني، مش حاسس بيها حقيقه. هي مختلفه عن اي شاورما انا دقتها. جامد قوي الكلام ده. موضوع ان هو مقلل السعر ومقلل الحجم، انا بصراحه شايف حاجه مختلفه. انت مش لازم تدفع 50 جنيه عشان تجيب سندوتش كبير ما تعرفش تخلصه. لا انت ممكن تجيب لك حاجه كده نقنقه ايه ب 25 جنيه. عاوز اللي هو الكبير هتجيب اتنين. تمام. حاجه بسقف جدا لكل الناس اللي شغالين في شاورما، ناس محترمه جدا بصراحه. ويا ريت يعني لو اي حد بيتفرج عليا من اداره شاورما او من الماركتنج بتاع شاورما، يا ريت تصرفوا للناس دي بونص او تصرفوا لهم مكافاه، لان فعلا الناس دي بتحب المكان اللي شغاله فيه. بعد كده على اصل الشاورما، الشاورما السوري. اقدم محل بيعمل شاورما سوري في مصر هو ابو مازن. انا الدمشقي برضو قديم، بس انا بصراحه رحت ناحيه ابو مازن. اوكي، جايب الساندوتش بس. هو بصراحه كان جايب الساندوتشات بس انا لما قلت له ايه ده، هي الساندوتشات معهاش توميه ولا حاجه، اداني علبتين مخلل. الباكج بتاعته لذيذه تمام، تحفظ الحراره. ده حجم الساندوتش، لا كبير ما شاء الله يعني، قد ايديك الاتنين مع بعض كده، فحلو. ده كمان الحجم الميديم المفروض. وعيش سوري بما انه مطعم سوري يعني. سعر الساندوتش ده 45 جنيه. وهي دي النقطه اللي اتكلمت فيها عن الشاورما المصري، ان ليه ب 50. سندوتش مليان شاورما، مليان توميه، طري جدا، محتاج سيكه كده بس على الصاج، كمان في ريحه ليمون طالعه.
مش اول مره ادوق ابو مازن، بس بقالي كتير جدا ما دقتوش. حسن من نفسه كتير بصراحه، موضوع التوميه كتير دي، مع ان الفراخ اصلا جوسي كده منزله عصاره. الشاورما السوري هي الاصل فعلا. راجل متوصي في كل حاجه، عاجبني قوي بصراحه، يعني كحجم وتتبيله وحشو وكل حاجه. دايما ابو مازن معروف ان التتبيله بتاعته هي فيها سنه ليمون كده، لو انت بتحبها هتحبها. ما نقدرش ننكر ان السوريين فعلا كان ليهم الفضل في دخول الشاورما دي مصر. اخر شاورما معانا او اخر بلد معانا الشاورما اللبناني. ده اغلى سندوتش شاورما معانا النهارده في الحلقه، ده اغلى سندوتش شاورما تقريبا هاكله في حياتي. بربر ده موجود ليه فرع واحد على الدايري ناحيه كده التجمع الخامس. جاي معاه فول، كان في كيس كبير وبعد كده يعني بقى ده، وبعدها شيلته بقى ده. ايه يا معلم ده؟ تشيكن شاورما. يعني خلينا نفتحه كده الاول وبعد كده هقول لكم سعره. ده بيصغر اكتر. هو في ايه يا معلم؟ هو هيهرب. هو عيش لبناني، اوكي تمام. بصوا حجمه عامل ازاي، قد يعني ايه صباع ونص حاجه زي كده. ومحشي شاورما بقى، شاورما فراخ. هو عباره عن توميه، خيار مخلل، شاورما الفراخ وبطاطس. فهو نفس تكوين تقريبا الشاورما السعودي، هو نفس حجم العيش، بس بصراحه برده مش نفس حجم الحشو. الفراخ متقطعه كبير. انا ما قلتلكوش سعر السندوتش ده كده. سعر سندوتش الشاورما صاج عند بربر الفراخ ب 70 جنيه. يعني السندوتش ده وصل لي بعد التوصيل وبتاع ب 90 جنيه، كتير جدا حتى مقارنه بالوقت اللي احنا فيه ده. انا بطلب لقيته عامل شويه عروض كده، يعني كان في عرض منهم مش عارف كام سندوتش كده ب 3000 جنيه. فانا هدوق وانا ساكت. بس فعلا دي انشف شاورما في حلقه النهارده. يعني مش هقول لك بقى دقتها، شاورما ناشفه جدا وما فيهاش اي عصاره، تدوس عليها كده ناشفه قوي. حتى التوميه اللي موجوده فيها لحسه التوميه كده على العيش، فما بتحسش انك متمزج كده بطعم شاورما فراخ. كمان تتبيلتها تحس فيها صلصه تقريبا، فيها توم، بس طعمها عامل زي الفراخ المشويه. التتبيله غريبه وطعمها مش حلو بالنسبه لي انا على الاقل. حشو السندوتش بصراحه حلو، يعني سندوتش مليان. انا ما اعرفش هل بربر بقى ده جامد قوي في لبنان ولا لا، لان اللي سمعته ان هو هنا غالي كتير جدا عن لبنان. هو في لبنان عباره عن مطعم شعبي شويه، مش دي الشاورما اللي انا متعود عليها وناشفه قوي. يعني انا عاوز اجيب حاجه اشربها، فدي الشاورما اللبناني او شاورما من مطعم لبناني. احنا خلصنا الاربع شاورمات من 4 دول. طيب مين احسن شاورما عجبتني؟ بص خلينا نرتبهم لك بناء على التجربه والسعر وكل حاجه. اول شاورما عجبتني الشاورما السوري من ابو مازن. بعد كده هحط الشاورما السعودي من شاورمر، عشان التجربه والسعر والتنوع لا كان جامده. تالت شاورما الشاورما اللي من مطعم مصري اللي هو شاورما الريم. واخر حاجه هتبقى الشاورما اللبناني، لان بربر مش عارف يمثل اللبنانيين صح في مصر، خلينا نقولها كده، لحد ما نجرب مطعم لبناني تاني زي شارع الحمراء مثلا. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا شايفين ايه هي اصل الشاورما، وبتحبوا تجيبوا شاورما منين. انا اكتشفت ان انا بقالي 3 ايام تقريبا باكل شاورما عشان اعرف اعمل الفيديو ده. فيا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش برضه لو حبيت تشتروا حاجه من على نون دخلوا البرومو كود دي، هتاخدوا خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.